ميرسي. اهلا بكم في البرنامج. هو انا متهيألي هي مش المفروض تيجي منك يعني. هو انا اللي متهيألي ولا في موزز كتير في المسرح؟ في. انتوا عارفين احنا عادة برنامج بنأجر الناس بتوعنا من نص البلد، فواضح ان الانتاج بحبحيني شويه. ميرسي، شكرا للانتاج. على العموم علشان الناس اللي موجوده النهارده، عشان كنتوا بس فخدمه من البرنامج هسيب على الباب بره نمره تليفوني لو عايزين. اهلا بكم في حلقه جديده. احنا النهارده زي كل حلقه بنحاول ان احنا نجاوب على سؤال محير للشعب المصري. يعني مثلا تهنئه المسيحيين بعيدهم حلال ولا حرام؟ الاوضاع السياسيه هتتحسن امتى؟ تهنئه المسيحيين حلال ولا حرام؟ وسؤال الاسبوع، البرد ايه ده يعني؟ كتير يعني. بس حقيقه يعني الناس مكبره الموضوع. يعني الاسبوع اللي فات كان فيه ايام اوحش من الثانيه. يعني مثلا كان يوم عفره وتراب، كان يوم مطره وطينه، كان يوم مرسي يتكلم في CNN. يعني حاجات احسن من حاجات يعني. وفي الحوار بتاع CNN اثبتنا للعالم ان احنا سعداء جدا بجو الديمقراطيه والحريه اللي بيزيد احساسنا بيه كل يوم عن التاني. زميلنا مثلا باسم يوسف عنده 9 مارس القادم، قال لك ايه؟ اهانه الرئيس بقى واهانه الدوله وما اعرفش هيبقى اهانه ايه كمان، وبالتالي عنده ازدراء وعنده بلبله وعنده يعني بلل. بلل؟ والله يا مدام لميس انا ناشف بجد. انا عارف ان القعده كتير بتعمل مشاكل واحيانا رطوبه، بس انا عامل احتياطاتي. مع البيبي باودر بتاعي مفيش بلل ولا تسلخات، لافوند نوعي المفضل. معلش بقى زملاء في نفس القناه وبنهرج مع بعض. يعني كله على سبيل الدعابه يعني. وانا الحقيقه احب استغل المناسبه دي علشان اعبر عن سعادتي الانضمام للCBC، ونتمنى ان احنا نكمل مع بعض على طول. عنده مجموعه من القضايا فيها مطالبه بسحب ترخيص CBC. يعني احنا كمان احتمال نقفل. يلا الحرام ما بيدومش. عرفتوا بقى انا جاي القناه دي ليه؟ ما علينا. في ناس كتير بتتهمني ان انا ببقى متحامل او ضد الاخوان احيانا. دي كلها اكاذيب وافتراءات. انا ضد الاخوان على طول. وبما ان احنا جبنا ظروفها والقناه كده كده هتقفل، انا عايز النهارده اتضامن مع شخصيه مهمه جدا من الاخوان. اسمحوا لي اقدم لكم الشخصيه دي. في الالاف يسمى عصام، واذا قلنا عصام فقط لن يكون الا عصام العريان. هو طبيب، نائب رئيس حزب الحريه والعداله، وهو محامي، ورئيس اللجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب، وهو مفكر اسلامي، عضو مكتب الارشاد، مستشار رئيس الجمهوريه، وعضو الجمعيه التاسيسيه للدستور. سيد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحريه والعداله، والمتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين. مش عارفه اقول مبروك ولا ربنا يستر صراحه. بدون حاجه كده كفايه ان احنا بنقول الدكتور عصام العريان. عصام العريان. لا بس ما شاء الله يعني منصب كتير. ده انت كان فاضل لك منصبين وتبقى غسان مطر. بس راجل المناصب دي كلها المفروض يكون احسن واحد يمثل الاخوان ويعبر عن وجهة نظرهم، الا لو سمح الله لا سمح الله قال تصريح زي ده. دكتور عصام العريان طالب امبارح بيهود مصر، قال ليهود مصر يا ريت ترجعوا تاني من إسرائيل. الدعوة التي أطلقها عصام العريان القيادي الإخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة لعودة اليهود المصريين في إسرائيل إلى مصر. دعوة اليهود إلى المهاجرين إلى مصر، دعوة إلى اليهود المصريين اللي هاجروا من مصر إلى إسرائيل بالعودة إلى مصر عشان هي أولى بيهم. وماله عصام يجوا بيتهم ومطرحهم. ما المسيحيين بيمشوا كده كده يجوا هم بدلهم.
وعلى فكره اليهود في مصر ايام زمان كانت ليهم تاتشات يعني مش ممكن تتنسي. يعني مثلا عندك بنزيون، عدس، ويمبي، التوحيد والنور، كلاسيكيات كده. على العموم اهلا بيهم مره تانية في بلدهم مصر. يعني دول ما هيصدقوا غير ان حركه زي دي هتنعش الاقتصاد المصري، هيجيبوا لنا فلوس، هيجيبوا لنا اقتصاد، هيجيبوا لنا استثمارات. يلا بقى تعالوا بسرعه. الهيئة اليهودية بباريس تشكر الإخوان على دعوتهم للعودة. وقالوا احنا بقى عايزين بقى نقعد بعد إذن حضرتك كده قريب أوائل السنة أسبوعين 3 كده نقعد مع بعض عشان نشوف بقى تعويضات اليهود المصريين اللي في الخارج. وتطلب تعويضا 30 مليار دولار. اشرب. والنبي ما انتوا جايين، خليكوا عندكوا. عمل كده عصام وهم شبطوا. على فكرة بقى اليهود ما ينفعش يرجعوا، مصر زحمة وضيقة ويا دوب مكفيانا. مصر واسعة قوي. مش ناقصاك خالص يا خيري، مش ناقصاك. هلاقي منك ولا من عصام؟ بقول لكم مصر زحمة ومش مستحملة اللي فيها. مصر واسعة قوي، اللي بيحاول يدخلها في أوضة ضلمة ضيقة عشان هو يطلع مناخيره يشم النور، شوية في الخليج شوية في أمريكا. مصر واسعة قوي. حد فهم خالد قال ايه؟ واسعة قوي، ياخدها في أوضة ضلمة، يطلع مناخيره، خليج، وبرنامج انا للكبار فقط. الهم من كل ده بقى ايه السبب؟ ليه عصام العريان قال التصريح ده؟ وكان الدكتور عصام العريان قد توقع زوال دولة إسرائيل خلال 10 سنوات. 10 سنين كمان الفلسطينيين هيكونوا في أرضهم إن شاء الله. وكان الدكتور عصام العريان قد توقع زوال دولة إسرائيل خلال 10 سنوات. انت متأكد من اللي بتقوله ده عصام؟ إسرائيل هتنتهي بعد 10 سنين؟ ليه؟ هتطبقوا مشروع النهضة هناك؟ لا 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 سوري. انا بهزر. النهضة بتقضي على الشعوب بس مش الدول. لا. هتبعتوا لهم خيرات؟ بس سؤال معلش، ايه علاقة زوال اسرائيل بان اليهود يرجعوا تاني؟ ويا ريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده عشان يفسحوا مكان للفلسطينيين بقى. يعني الفلسطينيين يرجعوا بلدهم، يجوا اليهود بقى العرب يرجعوا بلادهم ان شاء الله. كل مصري له حق ان يعود، خاصة اذا كان بقى هيعود يفسح مكان لفلسطيني. كانت تايهة عننا فين دي؟ انت عارف انت عملت ايه يا عصام؟ انت حليت القضية الفلسطينية. وعد بلفور واربع حروب وسينا بتروح وبترجع وانتفاضات واتفاقيات سلام، وفي الاخر الحل عند عصام العريان شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. انت عبقري يا عصام. وهو ده الوعد الجديد. اليهود يفسحوا مكانهم بمزاجهم والفلسطينيين يقعدوا. انت ما حصلتش يا عصام. وتأكيدا لكلام عصام، الحقيقة ان اللي فاضل من الجالية اليهودية قالوا ان هم ما طردوش، ومعظم اليهود اللي هاجروا راحوا امريكا واوروبا، وجزء صغير بس اللي راح اسرائيل. يعني مش هم دول اللي هيفضوا اسرائيل. بس سؤال، اللي اتولد جوه اسرائيل ودخل الجيش في اسرائيل وحارب ضدنا لسه مصري؟ وابوه مصري وسماره لونه مصري وخفة دمه مصري؟ وكل مصر. لا يا جماعه لا سوري، نتكلم جد شويه معلش. طب ما شربتش من نيلها؟ بس احنا يا جماعه ثقافتنا حاجه تانية. اليهود اللي من اصل عراقي او مغربي او مصري اللي استقروا هناك ما عادوش زينا، ما بقوش حتى يتكلموا زينا. أولا نتحدث عن استراتيجية حركة حماس الإرهابية ومن لف لافها ضربني وبكى سبقني واشتكى. دول بس مش بيتكلموا زينا، دول بيئة. ده أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الشهير بخالتي لتاتا. عينة من الإسرائيليين اللي من أصل عربي اللي وعد العريان عايز يرجعهم ويفسحوا مكان للفلسطينيين. واضح إن أسلوب الحوار بتاعهم هناك اتغير. ومعنا بالأقمار الصناعية من تل أبيب مبعوثنا للجالية اليهودية هناك خالد. إيه الأخبار عندك يا خالد؟ نعم باسم. والله يا باسم لسه مخلص اجتماع مع أفيخاي. أفيخاي؟ أنت تعرف أفيخاي؟ يا عم دوات واطي وملعوب في أساسه والله. بس عايش دور الشرسي كده تمام. وعنده رسالة بيوجهها على لسان الجالية المصرية هناك. اتفضل يا خالد. من الجالية المصرية بإسرائيل إلى السيد عصام العريان.
بعد تعامل الدول العربية معنا بمبدأ اسمع زراطه ولا تسمع عياطه. اسمع زراطه ولا تسمع عياطه. ايه الامثال دي يا معلم؟ كمل. ها. لا يسعنا الا ان نقول اركب الديك وانظر فين يوديك. لن نعود الا بعد تقديم ضمانات. قسموا القسايم خدت تنكومي، قالوا مسكينه قلت من يومي. يضاف 12% خدمه. يلا خليكم عندكم العراء المثل، مش هبات في عبة الليله يا ابويا، قال لي ريحتني من محتاج. شكرا يا خالد. مستوى الجيش الاسرائيلي انحدر جدا. فنجان موضوع ان اليهود يسيبوا اسرائيل مش هيحصل، واليهود المصريين اللي فعلا نفسنا يرجعوا من اوروبا وامريكا مش هيرجعوا هم كمان. الحقيقه انا نفسي اي مصري بيرجع، بس اذا كان المصري يعني انا نفسي ان اي مصري يرجع، بس اللي بيسافر يقعد بره شويه بيتخون. تفتكر هيتعمل ايه في دول؟ دلوقتي ما فضلش الا حاجه واحده بس، الرئاسه والاخوان يعملوا حاجه اخيره. أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي أن مؤسسة الرئاسة غير مسؤولة عن التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. انتقد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان تصريحات العريان، واعتبر أنها تمثل إحراجا للجماعة والرئيس مرسي. باعوك يا عصام. طبعا ما لهمش دعوه بيه، ده هيلا عضو مكتب ارشاد، زعيم الكتله البرلمانيه الاخوان، عضو مؤسس حزب الحريه والعداله، نائب رئيس حزب الحريه والعداله، كان متحدث رسمي باسم الجماعه، ونفس الكتاتني على رئاسه الحزب. غير كده ما لهمش دعوه بيه خالص. وفوق ده كله مستشار الرئيس. ايه؟ عصام مشي؟ يلا عشان يفسح مكان لغيره. مشي. وكمان ما انت اللي غلطان يا عصام. انت ما سمعتش الهتافات المرعبه اللي بتقولها الجماعه؟ خيبر خيبر يا يهود، ادعوا عليهم في المنابر. هتافات تثير الرعب في قلوبهم وبتزلزلهم. من عيون كل اليهود طيار النعاس، يلا يا عشاق الشهداء كلكم حماس. من عيون كل اليهود يلا يا عشاق الشهداء كلكم حماس. اللي يحط اصبعه في الفيشه يتكهرب بالماس. يلا يا عشاق الطاره واقلعوا. هتافات مرعبه. الصهاينه قاعدين في الصيع عاملين كده، مش هننام دي مظاهره ولا دخله بلدي؟ مش فاهم. ولو لسه في اي شك في جديه دعوه العريان، كفايه ان هو يسمع خطابات الرئيس مرسي نفسه زمان قبل الرئاسه، مش زمان قوي يعني، على 2010 كده. ايام ساعتها ما كانش بيفرق ما بين الصهاينه واليهود. يجب ان لا ننسى ايها الاخوه ونرجع ابنائنا واحفادنا كراهيه لهؤلاء، للصهاينه، لليهود، لمن يسير امور بلدهم. يجب ان يرجعوا الكراهيه، يجب ان تستمر الكراهيه. ما تنسوش تحطوا الكراهيه دي في البيبي فورمولا بتاع ولادكم. مع التسنين احتمال تحتاجوا تزودوا جزر. صحيح بيخلي البيبي بتاع العيل لونه برتقاني، لكن مش ضروري بيبقى بسبب الجزر، بيبقى غالبا من الكراهيه نفسها. بمناسبه الكراهيه، في ناس بترضع اولادها كراهيه لناس كتير قوي، مش بس اليهود، للمسيحيين، للشيعه، للصوفيين، للبهائيين، لكتير من المسلمين، للستات، للزملكاويه. انتوا عارفين عصام الاعلام ما غلطش قوي، لان احنا عندنا اللي مكفينا. فانا بقول لليهود هي مش ناقصاكم، خليكم عندكم. احنا عندنا كراهيه تكفينا وزياده. نراكم بعد الفاصل.